وبيديله احساس بحصول الاجر بعد تمام العمل. يبقى الضمير وظيفته بتظهر في ثلاث نواحي. الضمير قبل ان يقدم على العمل بيرغبه، بيدعوه، بييسر ليه، بيحببه فيه اثناء قيامه بالعمل، بينشطه بعد اداء العمل. الضمير بيستريح والضمير بيطمنه ان هو حصل اجره. كان سيدنا الشيخ محمود مزروع الله يرحمه كان الرئيس الثالث للجبهه، فبيقول الضمير الله يرحمه، الضمير ده زي الدوله، بيشتمل على السلطات الثلاثه، اللي هي السلطه التشريعيه اللي هو الترغيب، لو عملت كده يبقى كذا. فالضمير بيشتمل على السلطات الثلاث. عندك سلطه ايه؟ تشريعيه، والسلطه الثانيه قضائيه. ما لو عملت كده هيبقى كده، اللي هتضحك عليك، هتمسكك من امبارح كنا في فيلم واحنا قاعدين من في طيور الظلام، مسكتهم الجرافطه زي البهيمه كده وسقته. والسلطه الثالثه لما بيخش في العمل اللي هي السلطه التنفيذيه. فالضمير على ذلك غريزه فطريه تولد مع الانسان، وبها يستطيع التمييز بين الخير والشر، كما يستطيع التمييز بين يعني الحق والباطل، كما يستطيع التمييز بين الرضا والسخط. بالضبط مثله كمثل العقل في المعاني والمدركات. ومن هنا فالفرق بقى فاضل قد ايه؟ فالفرق هنا بين العقل وبين الضمير. احنا خدنا العقل له كم مستوى؟ له كم نوع؟ النوع الاول الوازع، النوع الثاني المتدبر، النوع الثالث المفكر. اللي بنقول فيها في المفكر ايه؟ اللي بيقولوا مبدع، اللي يكون صمتي فكرا. لو حطينا دي في ديا وقدمنا ده على ديا، ده الخيال اللي هو الحقيقه بنت هذا الخيال. النت، الانترنت، البتاع ده اللي اسمه الكمبيوتر، اول ما اخترعه كان في الحرب العالميه الاولى. كان حجمه ايه؟ كان حجم عماره ب10 ادوار، سلوك ومواسير واتصالات وبتاع دي معادلات رياضيه. قعدت تنزل 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 لحد ما بقى واحد زيك مش لاقي كمل. بقى في ايدك كمبيوتر وممكن لابتوب وممكن كمبيوتر ولابتوب وموبايل بقى بانواعه، والساعه تاتش كمان. يبقى اذا العقل المفكر هو اللي بيوجد العلاقات وبيسهل دخول اكتر من طرف عشان ياخد النتيجه، والنتيجه ياخدها ويبدا يجرب. ولهذا ربنا جل جلاله لما يقول اولم يتفكروا، ما قالش اولم يتدبروا فيها. بقى التدبر ان انت بتنظر في دبر النص، التفكر ان انت في خلق الذين ويتفكرون في خلق السماوات والارض، يدخل معادلات متوهمه، معادلات متحققه، قضايا يدخلها في قضايا لازم تنشئ وعليه. فالفرق ما تسكتهن بقى يقولوا اذا كان اليوتيوبر بتاعه بساعه مش عارف ايه، هتقول لي اللي كان بيقول. فالفرق بين الضمير وبين العقل، عشان نخش بقى ان شاء الله في ايه يا ابني؟ المقصد الثاني للقرآن ده كله. احنا بنكمل مطالب المقصد الاول، انواع المقصد الاول، الفرق بينه وبين لوازم المقصد الاول اللي هو الضمير. فالضمير يخالف العقل في ثلاث. الاول
ال الإشارة والأحكام اللي بتيجي من الضمير بتبقى إشارة مبهمة، وده اللي بتيجي فيها معنى الاستخارة، صلاة الاستخارة. بتيجي الإشارة بتبقى إشارة ما تعرفش هو بيقول لك إيه، فبتتوكل على وتتقدم، أو بتتوكل على الله وتتأخر. اعمل استخارة وقلبك متعود عمل الاستخارة ولقني في حفرة نار وحد بيدفعه، يقول لا ده احنا في الشتاء، يبقى هي اللي هتدفيني، ده هي اللي هتحرق الميتين اللي جابوك. قعد يقول يا ابني يا حبيبي ده انت ابن خالد ولا ابن عمي اللي قلت لكم عليه ده ابو عنان خضر، ده هي سودة ومألفحة. يوم يقول من اجل سوادها احببت سود الكلاب، هي ذنبها ايه؟ يبقى الاشاره اللي بتيجي من الضمير بتبقى مبهمه، انما اشاره العقل ملموسه، مقدمات، دي كذا وبنت كذا وام كذا، يبقى اقلب القدر على فمها تطلع البت لامها. يبقى اشاره العقل ملموسه، لها مقدمات، احكامها مرئيه مدركه، لا يعني يقع فيها الاتفاق والاختلاف، الا احكام الضمائر ايه؟ مبهمه. لا كده لا مش هعملها. طب تعالى معايا، رايح مش جاي يا اخي. ليه؟ هو رايح الناحيه دي فيها الغرزه اللي مش عارف ايه، واحنا نهنا وكذا، البت بتاع مش رايح اصلا، ده هي بس لقطه تطلقت لي وانا داخل عند يوم كان معاه فلان، يبقى ابعد عن الشر. يبقى اذا احكام الضمير ايه؟ مبهمه غامضه، فكأنها الهام من الله او وسوسه من الشيطان، لان الشيطان هو اللي بيجي يوحي، وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. معايا انت عبال بس كده؟ ماشي، انا هخليهم عشان يا سيدي هخلص اول. ماشي كم يا سيدي؟ 78. ماشي. بيتضح حته ثانيه، لو تعارض الحكم بين الضمير وبين العقل يعمل ايه؟ يبقى